ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب، مرحبا بكم في الدرس التاسع لمادة الأحياء الصف الثامن. قد يتساءل البعض لماذا يبكي هؤلاء الأطفال؟ ما الذي يشتكون منه؟ لابد أن هناك سببا سبب إزعاجهم أو شعورهم بهذه الحالة السيئة. فما هو هذا السبب؟ لابد أنه كائن حي من موضوع درسنا اليوم، وهو الحرقس، أو ما يطلق عليه الديدان الدبوسية. ولكليهما آه، ولكليهما يعني مثل ما بنقول بالعامية، يعني اسم على مسمى. فاسمه اكتسبه من فعله الحرقس أو الديدان الدبوسية. إذا تعالوا نتعرف على موضوع درسنا اليوم. سيكون إن شاء الله الحرقس، وسنتعلم من خلاله تحديد بيئة الحرقس، الربط بين الحرقس ووظائفه الحيوية، تصنيف مراحل تكاثر الحرقس، استنتاج الأضرار الذي يسببها الحرقس للإنسان، وذكر طرائق الوقاية من الحرقس، واستنتاج الصفات العامة لشعبة الديدان الأسطوانية. صنفنا في الدروس السابقة الديدان إلى ديدان منبسطة كما في الشكل التالي، وهي ومنها الديدان الشريطية العزلاء والمسلحة، وكذلك الوريقة الكبدية. طبعا لماذا سميت على أنها منبسطة؟ لأن لو أخذنا مقطع من جسمها سيكون منبسط. أما الديدان الأسطوانية لو أخذنا مقطع من جسمها سنلاحظ عبارة عن أسطوانة. لهذا صنفت الديدان كالأسكريس والحرقس مع الديدان الأسطوانية. إذا بيئتها تعالوا معنا نتعرف على بيئتها. تعيش في الماء الغليظ للإنسان، وهي بعكس دودة الأسكريس التي تعيش في الماء الدقيق. هي وشقيقاتها من الديدان الشريطية. إذا البيئة هي الماء الغليظ للإنسان. إذا ذكرنا أنها تدعى هذه الديدان بالدبوسية، وأنها اكتسبت اسمها من فعلها. سنلاحظ أن النهاية الخلفية للأنثى تشبه. إذا السؤال يقول: علل ما يلي تسمية ديدان الحرقس بالديدان الدبوسية. تسمية ديدان الحرقس بالديدان الدبوسية لأن إناثها أو النهاية الخلفية لإناثها تشبه الدبوس. إذا لأن النهاية الخلفية لإناثها تشبه الدبوس. إذا تعالوا معا نوازن بين الذكر والأنثى كي نستطيع التمييز بينهما. طبعا هذه اللي أشير أنها علامة، هذه العلامة في علم الأحياء دائما تشير إلى الذكر من أي نوع كان أو من أي كائن كان. أما هذه الإشارة، إشارة زائد موصولة بالدائرة، هي عبارة عن رمز للأنثى. إذا تعالوا معا وازن بين ذكر الحرقس والأنثى من حيث الطول والنهاية الخلفية. إذا الذكر كما نشاهد أقصر من الأنثى ونهايته معكوفة، وبالتأكيد له شويكة واحدة في نهايته. أما الأنثى فهي مستقيمة، طبعا أطول من الذكر، مستقيمة النهاية تشبه الدبوس. إذا تعالوا معا نجيب على الأسئلة. إذا الذكر طولهم من 3 إلى 5 ملم، إذا وهي صغيرة جدا. أما الأنثى من 9 إلى 12 ملم. النهاية الخلفية للأنثى مستقيمة ودقيقة لا تحمل أي شويكة. أما الذكر معكوفة نهايته ومجهز بشويكة واحدة. إذا هذه هي كانت موازنة بين ذكر الحرقس والأنثى. بالنسبة للأسكاريس كانت رتبة الأسكاريس من السنتيمتر وليس الميلي متر. تعالوا معا نشاهد هذه الديدان في بيئتها، أو نزور هذه الديدان في بيئتها. عند أدخلنا الكاميرا إلى داخل المعي الغليظ وجدنا أن هذه الديدان تتحرك لتهاجر، خصوصا أنها إناث كما تشاهدون، جميعها إناث.
لابد أن الإناث تهاجر من الماء الغليظ، لكن إلى أين ولماذا؟ ما هي المهمة الموكلة لها؟ إذا في الماء الغليظ يلتقي أو تلتقي أنثى الحرقص بالذكر، وبالتالي نحصل على بيوض ملقحة. تهاجر الأنثى إلى آه، تترك الماء الغليظ وتهاجر إلى الكولون، ومن ثم المستقيم. ولكن لماذا تنتظر في المستقيم؟ كي عندما يحل عندما يحل الليل تخرج من المستقيم إلى فتحة الشرج لتقوم بوضع بيوضها هناك. الكثير يتساءل لماذا كان أو ما سبب بكاء الأطفال بإصابتهم بديدان الحرقص؟ أن هذه الديدان تقوم باللسع المتواصل في منطقة فتحة الشرج لإجبار الإنسان على وضع يده في هذه المنطقة، بالتالي تلويث يده تلويث يده بالبيوض التي وضعتها الأنثى في هذه المنطقة. الآن إذا بعد أن وضعت البويضة حول فتحة الشرج، الوسط الخارجي طبعا إما الفراش أو الملابس أو عن طريق عدوى الذاتية. إذا هذه كلها عدوى ذاتية، إذا سواء الفراش أو الملابس، عن طريق اليد أيضا. البويضة طبعا تدخل إلى عبر اليد، أو الأيدي الملوثة، عبر وضعها بالفم، سواء تناول الطعام، قضم الأظافر، كلها تدخل هذه البويضات إلى المعدة فتنحل القشرة، ومن ثم تخرج جرقة بنهاية الأمعاء الدقيقة، ومع بداية الأمعاء الغليظة تتحول إلى دودة بالغة. هذه هي دورة حياة الحرقص. إذا طبعا كملاحظة، دودة الحرقص لا تحتاج إلى عائل وسيط. عائلها الأساسي أي المضيف الأساسي هو الإنسان. أما في الديدان السابقة الشريطية العزلاء والمسلحة كان هناك وسيط، هو المشترات، يعني بشكل عام في العزلاء البقرة، أما في المسلحة الخنزير. وكذلك الوريقة الكبدية كان هناك وسيط أيضا المشترات. كذلك هناك في بعض الديدان كان حلزون ليمنة هو المضيف الوسيط كوسيط لينتقل إلى الإنسان. أما هنا فتتم العدوى بشكل أساسي عبر الإنسان نفسه. إذا وجدنا أن الكثير من الأطفال كانوا يعانون من البكاء أو من اضطرابات. ما السبب؟ سنلاحظ أنها اللسع المتواصل التي تسببه الدودة في منطقة فتحة الشرج. طبعا قد يحاول البعض المقاومة بعدم وضع يده، لكن الأنثى تواصل اللسع في هذه المنطقة لإجبار الناس على وضع أيديهم على هذه المنطقة للإصابة بالديدان. إذا السؤال: علل ما يلي الحكة الشرجية عند المصاب بدودة الحرقص. السبب هو اللسع المتواصل لإناثها خاصة في الليل. لكن لماذا خاصة في الليل؟ لأن حرارة الفراش تؤدي خروج إناثها من المستقيم. إذا عند الكبار ما الأضرار التي تسببها دودة الحرقص؟ اضطرابات معوية لكون أن بيئتها هي الأمعاء، بالتالي تسبب اضطرابات في المعوية. أهم هذه الاضطرابات حكة شرجية، مغص شديد، إسهال مدمى بسبب اللسع في منطقة فتحة الشرج، والتقيؤ. ثانيا اضطرابات عصبية. أنت تعلم شخص أو أي كائن يقوم بوغزك بشكل متواصل، أنت تصاب بالغضب، ومن ثم لا تستطيع تحمله. كذلك الأمر بالنسبة للدودة، اضطرابات عصبية كالأرق، سرعة الغضب. الأرق هي عدم النوم أو قلة النوم، لا تستطيع النوم من شدة ما تعانيه منها.
اضطرابات عصبية كالأرق وسرعة الغضب بسبب اللسع المتواصل لهذه الديدان أو إناث هذه الديدان. إذا عند الصغار ماذا تسبب؟ نوبات صرع وسلس بولي. السلس البولي هو عدم قدرة الطفل على التحكم بنفسه، بالتالي لا يستطيع بالتالي يقوم بالتبول على نفسه. أهم طرق الانتقال هذه الدودة عبر قضم الأظافر. آه، طبعا وضع اليد من خلال إناث هذه الديدان تقوم باللسع المتواصل لإجبار الأطفال أو حتى الكبار على وضع أيديهم على هذه المنطقة وحكها، بالتالي انتقال البيوض عبر الأظافر أو عبر اليدين إلى هذه المنطقة. وأهم عامل لمكافحة هذه الديدان باين وورمز، يعني الديدان الدبوسية، إذن هي الغسيل اليدين جيدا بالماء والصابون. الصفات العامة. إذا دعونا أصدقائي بعد أن انتهينا من التعرف على أهم الديدان الأسطوانية نضع الصفات العامة لها. من اسمها الديدان الأسطوانية، إذا هي ديدان أجسامها أسطوانية الشكل، تشبه الحبل. اثنين، منفصلة الجنس، وجدنا أن هناك منها ذكر ومنها أنثى. ثالثا، لا تملك أعضاء للحس أو الحركة تكيفا مع حياتها الطفيلية. إذن كيف كانت تتحرك؟ تتحرك عبر تقلصات عضلات جسمها، وهي تشبه في ذلك الأفاعي، لذلك سميت بحيات البطن كالأسكاريس. رابعا، لها جهاز عصبي وأطراحي بسيط. خامسا، لا يوجد لها جهاز دوران أو تنفس. هذه هي الصفات العامة للديدان الأسطوانية. ودعونا نوازن بين الأسكاريس والحرقس من حيث البيئة وشكل النهاية عند الذكر. البيئة عند الحرقس الماء الغليظ للإنسان، ثم تهاجر نحو الماء الدقيق فالمستقيم فالشرج. أما الأسكاريس توجد بشكل رئيسي في الماء الدقيق للإنسان. شكل النهاية عند الذكر بالنسبة للحرقس معكوف ومجهز بشويكة واحدة، أما الأسكاريس معكوف ومجهز بشويكتين على جانبي فتحة الشرج. شكرا لكم، وإلى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله رب العالمين.